السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ على الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد على الابواب، ونبتدي نعمل لكم ان شاء الله شوية كحك كده، ايه ما شاء الله على مزاجكم. طريقة بسيطة جدا جدا، زي امهاتنا وجداتنا ما كانوا بيعملوا زمان. مفيش بقى تعقيد ولا الكلام الفارغ بتاع اليومين دول. كده انا حطيت 3 كيلو دقيق، حطيت رشة ملح، وحطيت 3 معالق سكر، ودي معلقة كبيرة ريحة الكحك. وهنحط كيس فانيليا كده عشان ايه؟ برضو يدي ريحة حلوة كده مع الخلطة بتاعتنا دي. هو كيس واحد بس، او معلقة صغيرة اللي هي السايلة. كويس. هنجيب كيسان خميرة وكوباية مية دافية، نحط فيها معلقة سكر. كيسان خميرة دول بيعادلوا 3 معالق خميرة، يعني كل كيلو دقيق بياخد معلقة خميرة. معلقة ايه كبيرة زي ما انتم شايفين كده. كل كيس عندنا معلقة ونص. هنكمل من الكيس التاني، وادي المعلقة التالتة. هما الكيسين بيطلعوا 3 معالق بالظبط. نبتدي نقلبها كده وركناها على جنب، ونشوف السمنة بتاعتنا اللي على النار عشان تقدح. منحطهاش على الدقيق الا لما تقدح خالص. شايفين بتغلي ازاي؟ دي الدرجة اللي مطلوبة عشان نحطها الدقيق بتاعنا. ال3 كيلو دي هياخدوا كيلو ونص سمنة، كيلو ونص زبدة. الزبدة معيارها غير السمنة السايحة، زي ما انتم شايفين كده. كيلو ونص الزبدة بالكوباية اللي انا بحط بيها دي. مش يعني انا حطيت 3 زبدة بيها، اما ساحت بتبقى اقل من كده. يعني هناخد كوبايتين ونص زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ حطيت 2 وبعد كده رجعت حطيت نص تاني. فالزبدة الجامدة غير الزبدة السايحة. خلاص دلقناها دي سخنة كده. نبتدي ايه؟ نسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اي اكل طبعا بتبتدي فيه تسمي بالله وتصلي على الرسول. دعكنا السمنة طبعا انا بس عشان ما اطولش معاكم في الفيديو. دعكنا السمنة حلو في الدقيق، بس نوع حلو. ودي الخميرة طبعا بصوا عملت ازاي، فارت عندنا وملت الطبق. دلقناها على ايه؟ على العجينة بتاعتنا. نيجي هنا سيبناها حوالي ساعة تخمر، ربع ساعة. هنسيبها ربع ساعة الأول، وبعد كده نبتدي نقطعها. ربع ساعة بالظبط ترتاح. نبتدي نقطع ونشكل الأشكال اللي احنا عايزينها. عندنا قوالب اهي زي بتاع زمان كانت معدن، دي بلاستيك كانت عندي طبعا. وفي منقاش. بس تعرفي ان العجينة حلوة معاكي في ايدك ازاي. بص المنقاش ما بينتش في العجينة، ماشي حلو قوي قوي زي الفل. شايفين منظر الكحكة عاملة ازاي في القالب؟ ما شاء الله. وفي النقشة بتاعة المنقاش بتاعنا ماشية فل. المنقاش ده اللي بيظلنا العجينة اذا كانت ناشفة او ناقصة حاجة. طالما بص المنقاش ما بينتش في العجينة، نعرف ان هي العجينة بتاعتنا ناجحة ان شاء الله. خلاص هنعمل الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. نعمل شوية بالقالب ونعمل شوية بالمنقاش عشان ايه؟ نشكل بس الموضوع بتاعنا. يبقى حبة كده وحبة كده زي ما انتم شايفين كده. تحطي العجينة في القلب بس تضغطي عليها حلو عشان تديك الرسمة زي ما انت شايفة كده. الرسمة بتاعت القالب بتاع الكحك. كويس. هنكمل بقى بقية الكمية ان شاء الله. ونحاول بقى عشان نحطها بقى في مكان كلها مع بعض. زي ما شايفين ترابيزة طويلة كده عندي، فردت عليها ايه؟ كل الكحك بتاعنا. وهو لسه ني طبعا قبل ما يتخبز. هنسيبه ساعة يخمر، على حسب طبعا المكان الموجود عندك. مكان دافي هياخد ساعة، مكان فيه هوا شوية ساقع شوية ياخد حوالي ساعة ونص. المهم تسيب الايه الكحكة لما تاخد راحتها خالص في الخمر. وهوريها لك اما تخمر شكل العجينة شكلها ايه كده. بص اهي حطيناها اهي. هنا لسه قبل ما تخمر. بص عاملة ازاي اهي. ما شاء الله اللهم صل على النبي. اهي بص الحلاوة. كل كده الرصة دي كلها اللي عملناها
لسه عاملينها دلوقتي، يعني لسه ما دخلتش على الخمر خالص. اما نيجي نخبز ناخد بالتدريج كده، ناخد من اللي حطيناه الاول، حطينا الناحية اللي هي اللي على اليمين دي الاول، بعد كده مشينا لحد الشمال كده. يبقى اما نيجي نسوي ناخد من على اليمين، يعني تاخدي وتغطيها طبعا بحتة نظيفة او ملاية نظيفة او فوطة نظيفة اللي موجودة عندك، وتشوفي درجة الخمر بتاعتها عاملة ازاي. بصي ما شاء الله بعد ما خمرت عاملة ازاي، حتى الكحكاية مسكتها بايدي كده طلعت معايا كده بمنتهى السهولة، ايدي ما غرزتش فيها ولا حاجة، وعليت من الخمر. بصي بقت قد ايه، ان قبل الخمر كانت قليلة جدا، خمرت بقى رفعت وبقت جواها اللي هي الفقاعات دي، معنى كده ان هي ناجحة معانا ان شاء الله. بص منظر طبعا عشان القالب ضعيف شوية في الرسمة، فما خمرت ايه الرسمة راحت شوية، لكن في المنقاش ما بتروحش، لان المنقاش بيغرز قوي في العجينة، بيغرز غير القالب بياخد ايه رسمة كده بسيطة. في قالب تلاقي الرسمة بتاعته غويطة كده شوية ياخد الرسمة الحلوة، وفي قالب ضعيف شوية زي ده، اما تخمر العجينة تبص تلاقي الرسمة ايه، كأنها هتروح منك يعني الرسمة، واخدة بالك. فاللي موجود عندك ماشي حالك بيه، يعني انت مش هنخبط على الجيران زي زمان ونقول لهم ادونا بقى العدة اللي عندكم، ما بقاش الكلام ده طبعا دلوقتي. كل واحد في حاله. ما علينا، كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله طيب ان شاء الله، والأمة الإسلامية كلها. نبتدي بقى ايه، خلاص خمرت، نبتدي نرصها في الصاج بتاعنا. ناخد برضو بقى من على الشمال، أهو زي ما قلتلك، ناخد من على الشمال، ناخد اللي عملناها الأول، اللي قطعناها الأول وشكلناها، دي اللي بنرصها في الصاج الأول، وناخدها نحطها في الفرن، ونبتدي ناخد بالتدريج بقى الايه من الرصة كده اللي بعديها. اهي رصينا كده الصينية برضو التانية اهي، ورصينا الصاج بتاعنا، وحطينا ايه في الفرن عشان تستوي. وما تطلع دلوقتي ايه هوريكي اهي. بص كده بعد ما استوت، انا طبعا بأثر في الفيديو عشان طبعا هياخد وقت طويل جدا مني. فكده خلاص استوت اهي، طلعتها من الفرن. الصاج ده لسه سخن، بصي مش مستحملة السخونية بتاعته، فنسيبه زي ما هو في الصاج، اوعي تنقليها وهي سخنة عشان ما تتكسرش منك. اللي في الصينية ده بارد اللي عملناه قبل كده، لكن اللي في الصاج ده لسه مطلعينه من الفرن. هنسيبه ياخد راحته ايه في البرودة، يعني تهدى شوية خالص، وبعد كده نحط الكمية كلها ايه على بعضها، او ترصيها في علب عندك او في كرتونة تغلي فيها طبعا بكيس بلاستيك من تحت ومن الجناب، عشان ما ينفعش نحط الحاجات المادة الدهنية دي، طبعا الكرتونة هتمص اوعي تحطي كحك او بسكويت في كرتونة على طول. ما عندكيش قوالب او علب بلاستيك تحطيها فيها، تحطي في كرتونة مثلا نظيفة عندك تحطيها فيها، بس تغلفيها من جوه بأكياس بلاستيك، ما تخليش اي حتة فيها باينة من الكرتون خالص، الجناب ولا الأرضية. بصي كده ما شاء الله الله أكبر، بعد ما استوت فوق وتحت، بصي من تحت مستوية جميلة ازاي، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بقت جميلة جدا جدا جدا. بصي 3 كيلو دقيق عملوا ما شاء الله الله أكبر الكمية دي كلها، الصينية الكبيرة دي والصاج ده، وفي واحدة تانية قد الصاج ده في الفرن. يعني ما شاء الله 3 كيلو عملت لك في البيت كمية حلوة جدا. طبعا هتعادليها باللي بيتباع برا، هتلاقيه أرخص بكتير من اللي انت عاملاه في البيت، وعاملاه بإيدك بنظافة. مفيش بقى ايه اي حاجة كده ولا كده، فضمنا ان حاجتك نظيفة، ولادك هياكلوا حاجة نظيفة في البيت. مش عايزة تعملي 3 كيلو، قللي الكمية، تاخدي مثلا كيلو، تاخدي المعيار بتاعها، وانا اكتب لك تحت الفيديو الكيلو بياخد قد ايه. المكونات بقى اللي بنحطها عليها السمنة والحاجات دي كلها. جينا هنا جبت انا لو انتوا فاكرين الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه الشيالة بتاعت التورتة دي، لقيتها بشكلها ظريف كده وحلو، اما احط ارص عليها كحك، شكلها حلو، قلت والله لو رص عليها بدل ما احط في اطباق وكده، عشان اوريكم منظر الكحك وهو عليه السكر بقى كده ان شاء الله.
خدنا شوية طبعا من اللي برد، منحطش على السخن اهو. خدنا شوية كده وترصيها زي الهرم كده، عشان ايه؟ من فوق لتحت كده ما تقعش اولا، وتدي شكل حلو كمان في التقديم. ما عندكش طبعا حاجة زي كده، حطي في اطباق مفيش مشكلة خالص، حطي في سرفيز عندك موجود، حطي في اي حاجة عشان التقديم يبقى منظره جميل وظريف. شايفة المنظر؟ اللهم صل على النبي، تحفة بصراحة. وكمان طعمها جميل جدا جدا جدا، والكحكاية حلوة، لا هي ناعمة قوي تقع من ايد مثلا ابنك او حاجة وانت هو ماسكها، ولا هي ماسكة قوي، يعني في المعقول. عجينتها حلوة وناجحة ان شاء الله، وتجربوها كده وبالهنا والشفا. زي ما قلت لكم هحط لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهقول لك المقدار بتاعها بالكيلو، عشان اللي عايزه تعمل كيلو على قدك اعملي، اللي عايزه تعمل 3 كيلو تاخد المقدار اللي انا عاملاه، عشان انا عامله ليا مثلا ولولادي، عشان ايه؟ ادي كل واحد شويه كده، ايه، براضيهم. وما شاء الله الله اكبر، زي ما انتم شايفين كده المنظر الجميل بتاعنا. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم بخير يا رب، ومع الف مليون سلامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعيد سعيد علينا.